ولد نجمنا سيد التبع محمد في أسرة بسيطة بحي العرب ببورسعيد، وبالتحديد في شارع الثلاثيني، والذي يعرف حاليا باسم سعد زغلول. وشأنه شأن أطفال بورسعيد الذين تفتحت عيونهم على لعب كرة القدم. وفي أحد الأيام رآه حسن الديب مدرب المصري آنذاك، فانبهر بموهبة السيد التبع الطاغية، وطلب منه الالتحاق بالنادي المصري ليلعب بأحد فرق الناشئين، ويجذب بعد ذلك التبع أنظار الجماهير التي كانت نادرا ما تشاهد مباراة للناشئين. وبعد أن أحرز أحد أهدافه بمهارة عالية، صاح أحد الجماهير عالية: إن هذا اللاعب يشبه اللاعب الإيطالي ديزوي، أحد لاعب المصري آنذاك، ليطلق على نجم اسم السيد ديزوي، إلى أن تحور الاسم بمرور الوقت ليصبح السيد الضوي. وانتظر الضوي الحصول على فرصة لتثبيت أقدامه وسط الكبار، وقد كان له ما أراد عندما تغيب محمد لهيطة يوما عن مباراة للمصري أمام بور فؤاد، ذلك النادي العنيد في بورسعيد، والذي كانت مباراته دوما مع المصري بمثابة ديربي بورسعيد. واستطاع الضوي رغم الرهبة التي كان يعاني منها أن يحرز هدف المباراة الوحيد لتحمله جماهير المصري على الأعناق. ومع بداية الدوري المصري عام 1948 استطاع الضوي أن يحرز لقب هداف الدوري 3 أعوام متتالية، مواسم 48-49 و49-50 و50-51، برصيد 15 هدفا، 13 هدفا، 12 هدفا على الترتيب، ليحقق رقما قياسيا ما يزال صامدا حتى الآن، وهو الحصول على لقب هداف الدوري 3 أعوام متتالية. واستمر الضوي في التألق مع المصري، وكان قريبا جدا من الفوز ببطولة الدوري العام موسم 52-53، إلا أن تعنت اتحاد الكرة المصري وقيامه بنقل مباراة بور فؤاد مع الأهلي والمصري مع الزمالك إلى القاهرة تسبب في ضياع الدوري من المصري لأول مرة. بعدها انتقل الضوي إلى النادي الأهلي، وقد رحب به كثيرا من قبل مسؤولي النادي أشد الترحيب، ليستمر معهم في اللعب 6 مواسم حصد فيها الكثير والكثير من الألقاب، ومنها هداف الدوري العام موسم 58-59 برصيد 16 هدفا، إلى أن عاد لصفوف المصري موسم 61-62. واستطاع الضوي بذلك أن يضع اسمه في سجل الخالدين، وكان أول من دخل نادي 100، ووصل رصيده من الأهداف بالدوري العام إلى 112 هدفا. أما عن مسيرته الدولية فقد بدأها الضوي مع منتخب مصر خلال نهاية الأربعينيات، وشارك مع المنتخب المصري في تصفيات دورة هلسنكي الأولمبية عام 52، واستطاع الضوي مع رفاقه إحراز الفوز على الدنمارك في المباراة التي أقيمت بملعب الجيش بالعباسية، وحضرها البكباشي جمال عبد الناصر، والذي أمر بعد المباراة بصرف 10 جنيهات ذهبية لكل لاعب شارك في المباراة. واستطاع الضوي إحراز العديد من الأهداف مع المنتخب الوطني، ففاز المنتخب على النرويج 5-4، وسجل هو أهداف مصر ال5، وكذلك سجل أهدافا لا حصر لها في مرمى تشيلي واليونان وهولندا وسوريا. وكان المدربون الأجانب بمصر آنذاك يرون أنه من الممكن أن يصبح أحسن لاعب العالم بسهولة لو أنه كان يلعب بأوروبا. وفي 24 من ديسمبر من عام 1991 توفي عن عالمنا نجمنا الراحل السيد الضوي عن عمر يناهز 65. ومن عجائب القدر أن بورسعيد استضافت في هذا اليوم مباراة للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن محمود الجوهري مع منتخب رومانيا خلال استعدادات المنتخب الوطني لبطولة الأمم الإفريقية بالسنغال عام 92، لتقف الجماهير المصرية العاشقة والوفية دقيقة حدادا على روحه. رحم الله نجمنا المحبوب السيد الضوي، أحد أمهر لاعبي الكرة المصرية على مر تاريخها.